في الفيديو ده الطفل المجنون ده عشان ما يروحش المدرسة حط من غير ما حد ياخد باله منومات في العشاء، ومن غير أي تردد خلى كل أفراد عيلته يفقدوا الوعي. بعد كده دخل بسرعة أوضة أخته وخبط على رجليها بالراحة، ولما اتأكد إن الكل نايم قام جون سحبهم وحطهم في عربية ورماهم على طول في حفرة مهجورة. هو كان مكتشف الحفرة دي بالصدفة وهو بيلعب في الغابة، ولأنها كانت عميقة جدا كان متأكد إن عيلته مش هتعرف تطلع منها بسهولة. ولما جه اليوم اللي بعده كانت أخته أول واحدة تصحى، ولما لقت نفسها في حفرة غريبة صحت أبوها بسرعة. الأب قاعد مرعوب يشوف إيه اللي بيحصل، لكنه فهم بسرعة إن في حاجة مش طبيعية. وفي الوقت ده كان جون في البيت عايش حياته ومش عارف إيه اللي بيحصل. أخد موبايلات أبوه وأمه وكنسل كل مواعيد شغلهم، وبعد كده طلع ركب عربية أبوه الفخمة وساقها لحد ماكينة ATM ودخل الرقم السري للكارت وسحب $500 وراح على طول على مطعم فراخ مقلية يصرفهم. اشترى كمية كبيرة من أكله المفضل وقعد مبسوط إنه بقى راجل البيت. بس قبل ما يخلص اكله الجرس رن، والمفاجأة ان صاحبة امه جت تزورهم، ولان موبايل ام جون كان مقفول جت تطمن على العيلة. وعشان ما يتكشفش جون بدأ بسرعة يألف حجج وقال ان ابوه وامه واخته راحوا المستشفى عشان يراعوا جده العيان، وانه قاعد لوحده في البيت عشان عنده بطولة تنس هيشارك فيها الاسبوع الجاي. ورغم ان صاحبة امه بصت له بشك بس افتكرت ان الاطفال ما بيكدبوش فمشيت على طول. بس زيارة الست دي فكرت جون ان عيلته ما كلتش بقالها يوم كامل، فخد بواقي الفراخ وكام ازازة مية وراح للحفرة. ولما عيلته شافته افتكروا انه تحت تهديد وطلبوا منه يتصل بالشرطة فورا، لكن بدل كده رمالهم الاكل بس. ساعتها فهمت العيلة ان كل اللي حصل ده كان من جون، فالاب اتعصب جدا وابتدى يزعق له جامد وده خوف جون، فلف ومشي وسابهم. واضطروا يدوروا على طريقة عشان يطلعوا من هنا. حاولوا الأول يعملوا برج بشري عشان يطلعوا البنت الكبيرة، بس فضل حوالي متر بينهم وبين حافة الحفرة. فكروا في خطة تانية، لكن فجأة حصل حاجة مرعبة. المطر نزل جامد فقضوا الليلة كلها تحت المطرة جوه الحفرة. ولحسن الحظ كان لسه عند جون شوية ضمير. تاني يوم الصبح جاب شوية هدوم ورماها لهم من غير ما يقول ولا كلمة، وبعد كده كلم صاحبه وخرجوا يتمشوا في المدينة، وبعدها راحوا يلعبوا في حمام السباحة. كان جون فاكر إن طول ما عيلته محبوسة في الحفرة يبقى هو الكبير ومش هيضطر يروح المدرسة، من غير ما يفهم إنه بيأذي عيلته جامد، لأنه كان مشغول باللعب لدرجة إنه ما جابلهمش أكل لمدة يومين. وعشان يفضلوا عايشين اضطروا ياكلوا قشر الموز. وبعد يومين كمان من اللعب مع صاحبه زهق وقرر يرجع بيته، ولما جون عرف راح فورا سحب فلوس واداها لصاحبه. كان جون سامع أبوه وأمه بيقولوا إن الكبار بيحافظوا على أصحابهم بالفلوس. لايك واشترك في القناة عشان تشوف بقية القصة.